عن الشعب أن يصوب بنادقه ودباباته إلى أبناء هذا الشعب الكريم في شهر كريم وفي بداية شهر عظيم سماه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر المواساة. توفى اليوم الشيخ سارية عبد الكريم الرفاعي، أحد أبرز علماء الدين السوريين، عن عمر يناهز 77 عاما في اسطنبول بتركيا، بعد معاناة دامت شهرين أثر إصابته بجلطة دماغية. الشيخ سارية المولود في دمشق عام 1948 نشأ في كنف والده الشيخ عبد الكريم الرفاعي، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، حيث حصل على درجة الماجستير عام 1977. بعد عودته إلى دمشق انخرط في الدعوة الإسلامية وأسهم في تأسيس مشاريع خيرية، منها مشروع حفظ النعمة ومركز زيد بن ثابت لخدمة القرآن الكريم. بسبب مضايقات أمنية من النظام السوري اضطر الشيخ سارية لمغادرة البلاد بين عامي 1980 و 1993. مع اندلاع الثورة السورية كان من أبرز المؤيدين لها، ولعب دورا مهما في إنجاح الإضراب بدمشق في مايو 2012 عقب مجزرة الحولة. بعد ذلك انتقل إلى تركيا، حيث أصبح عضوا في رابطة علماء الشام والمجلس الإسلامي السوري. في الشهرين الأخيرين تدهورت حالته الصحية أثر إصابته بجلطة دماغية حادة، مما استدعى بقاؤه في العناية المركزة. نعاه ابنه عمار عبر حسابه على الفيسبوك قائلا: يوم كنت أخشاه الوالد في ذمة الله تعالى. كما نعاه العديد من الشخصيات والمؤسسات الدينية، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. برحيل الشيخ سارية الرفاعي فقدت الساحة الدينية السورية علما من أعلامها، تاركا خلفه إرثا من العمل الدعوي والخيري الذي سيظل حاضرا في ذاكرة السوريين.